كيفك يا قمر؟ حابة تجمعي ما بين الفخامة والبساطة بتطبيق المكياج؟ حابة تكبري عيونك وتسحبيها بطريقة كتير ناعمة وفخمة بنفس الوقت؟ هيدا هو اللوك المناسب لإلك. إذا عندك فضول تعرفي كيف عملت هيدا اللوك، تابعي معي الفيديو ويلا نبلش. بالبداية رح استخدم الكونسيلر لحضر الجفن لتطبيق الاي شادو. بعد ما دمجته بالبيوتي بلندر رح طبق هيدي الباودر لحتى ثبت فيها الكونسيلر. واليوم حابة استخدم هيدي الباليت من هدى بيوتي، فيها تدرجات الذهبي مع الوان النود، ومن نفس الباليت رح استخدم هيدا اللون كلون انتقالي وطبقه على كامل الجفن. الخطوة يلي بعدها رح استخدم هيدا الجيل ايلاينر باستخدام فرشاية رفيعة، ورح طبقه وأعمل فيه ايلاينر. ومن بعدها رح استخدم هيدا اللون الأسود من ميك اب فور ايفر مع فرشاية الدمج الصغيرة من شانيل، ورح ابتدي ادمج الايلاينر يلي عملته واسحبه لفوق بنفس اتجاه الايلاينر. ومن نفس الباليت رح استخدم هيدا اللون البني وكفي الدمج بنفس الطريقة فوق الأسود. من مورفي رح استخدم هيدي الفرشاية لأدمج فيها الفواصل الحادة. وبالكونسيلر رح ارجع نظف زاوية العين الخارجية وامشي مباشرة على نهاية خط الايلاينر بهيدي الطريقة. ومن سيفورا رح استخدم هيدا الجليتر الذهبي ورح ابتدي طبقه على منتصف الجفن باتجاه السحبة يلي عملتها. ومن نفس الباليت رح استخدم هيدا اللون الذهبي الفاتح ورح طبقه على زاوية العين الداخلية بهيدا الشكل. وبالنسبة للايلاينر رح استخدم هيدا الايلاينر من شي جلام ورح ابتدي طبقه على خط رموشي مباشرة. ومن هدى بيوتي رح استخدم هيدا الكحل وطبقه داخل العين. وبعد ما دمجت الكحل رح كبس رموشي ومن بعدها رح طبق الماسكارا، وهون استخدمت ماسكارا من كلارنس ومشطت فيها الرموش. واخر خطوة استخدمت هيدول الرموش من هدى بيوتي واسمهم سكارلت. وهيك بنكون وصلنا لنهاية اللوك. ما تتخيلي قد ايه اللون الذهبي بيعطي شياكة لشكل العين، بالإضافة لهيدي السحبة الرائعة يلي مكبرة العين وعاملة هيدا الشكل اللوزي. هيدا اللوك ممتاز مع الحمرة الحمراء، وخصوصا لو كنتي لابسة فستان أسود. إذا عندك أي سؤال اكتبيلي بالتعليقات، وما تنسي تشتركي بالقناة حتى توصلك كل فيديوهاتي. تزوروني بالفيديو الجاي قريبا، بحبكن كتير.